بعد تحقيقات لشرطة ألمانيا لكشف ملابسات وفاة ممرضة تونسية مها الدبوبي في مجمع سكني في شتوتغارت ومعاينة كاميرا مراقبة موجودة في مجمع سكني، قام القضاء الألماني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب فلسطيني صديق منا الدبوبي، حيث اعتبره القضاء الألماني المتهم الرئيسي في قضية بعد أن كان مجرد شاهد فيها، ما أثار ذلك جدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن عائلتها نفت أن فلسطيني لديه علاقة في قضية. ولكن تحقيقات أكدت أنه الطرف الوحيد في الحادثة، بعد أن تأكد أن وفاة مها الدبوبي ليس طبيعين، ليتأكد بذلك أن هذا شاب فلسطيني هو شخص وراء وفاة ممرضة تونسية. مها الدبوبي وكاميرا مراقبة هي التي كشفت تحركاته مشبوهة أمام مجمع، وخاصة الشرطة التي كشف أن فلسطيني هو صديق مها الدبوبي، وكانت تجمعهم علاقة عاطفية دون وجود تفاصيل حول وحود انفصال أو مشكلة حادثة بينهم قبل وفاة، ما زاد شكوك القضاء المالي